بمناسبة اقتراب عاشوراء بغيت نشارك معكم اللوز اونغوبي بالشوكولا وبالبودره ديال الكاكاو اللي كيجي اكثر من رائع صراحه، جا زوين بزاف، كيجي فحال ديال المحلات تماما. وسمعوا لي التقرميشه كيفاش كيجي، فكيجي محمر وكيجي زوين. وعلى بركه الله ندوزو المقادير. بالنسبه للمكونات خديت واحد اللاطه فرشت فيها 200 غرام ديال اللوز، ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو. كنلبسها بجوج معالق كبار ديال السكر كلاصي وكنحركو كلشي مزيان وكندخلها للفران. كناخذ واحد الاناء كندير فيه شوكولا تكون نوعيه مزيانه، شوكولاط المر باش كيعطي واحد المذاق زوين، وكندوبو في الميكرووند اولا في الباماغي. من بعد ما كيتحمر لينا اللوز واحد شويه في الفران كنضيفو على داك الخليط ديال الشوكولا اللي ذوبنا، وكناخذ واحد السوبيره اولا بواطه كندير فيها عاوتاني شويه ديال السكر كلاصي وكنبدا كنحط فيها داك الخليط ديال اللوز والشوكولات وكنخلطو على هاد الطريقه باش كيتحلوا لينا وكيتفكوا كل وحده كتولي بوحدها. من بعد كنسرحهم ثاني في داك اللاطه وكنخليه حتى كيبرد تماما وكنديرو فواحد الزلافه وكنضيف عليه ساشيات ديال الكاكاو المر اولا كاكاو مر نوعيه مزيانه مع معلقه صغيره ديال القرفه. ممكن تنسموه باللي بغيتو بالفاني اولا اللي عجبكم، وكنخلطو كلشي مزيان على هاد الطريقه وكنقدموه فكيجي رائع بزاف بزاف. كيجي محمر وانتم عارفين اللوز كيفاش كيجي مع الشوكولات، وبالصحه والراحه. وما تنساونيش من القليبات.